ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نوريكم احنا بنعمل الفطار بتاعنا. ودلوقتي هنعمل الخلطه بتاعه البطاطس. هتشوفوا البطاطس عامله ازاي. فاول حاجه هنجيب دقيق وهنحط عليه بعد كده كركم وبابريكا وملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وحبه شطه كده صغيرين، لان احنا مش بنحب الحاجه مشطشطه قوي. زي ما قلت لكم بقى، حطينا كل التوابل كده وهنقعد نقلبهم مع الدقيق، وهنقعد نقلب بقى زي ما قلت لكم كده. وبعد كده هنجيب نص معلقه توم مهروس وهنحطها مع الدقيق بتاعنا والتوابل. ودلوقتي بقى هنحط نص معلقه خل بالظبط ودلوقتي بقى هنحط على الخليط بتاعنا نص كيس بيكنج باودر وهنحطه، وهنقعد نقلب بقى الخليط تاني عشان كل حاجه تندمج مع بعض. ودلوقتي بقى هنحط بيضتين على الخليط بتاعنا اهو، بنحط بيضة وهنحط التانية دلوقتي. دلوقتي بقى هنحط حبة فلفل اسود صغيرين على الخليط وهنقعد نقلب بقى. ويا ريت يا جماعة اللي بيتفرج يعمل لايك عشان نكبر القناة وننزل حاجات اكتر. وبقى هنقعد نضيف حبة مية كده لحد ما الخليط ما يبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي، وهنحط عليه حبة بقدونس وحبة شبت كده ونقلب بقى كل حاجة مع بعض. بعد كده بقى نجيب طبق صغير كده ونعمل السلطة بتاعتنا جنب الاكل. اول حاجة هنحطها بصل وبعد كده طماطم وبعد كده بقدونس وشبت وبقى. ودلوقتي هنحط فلفل رومي وفلفل حامي وخيار، وبقى هنقلب كل الكلام ده مع بعض. وهنقلب بقى كل الكلام ده ونسيبها لحد ما نجهز بقية الاكل. في الوقت ده احنا كنا بنسلق البطاطس. هنطلعها بقى وهنقعد نقطعها كده شرايح، ولا كبيرة قوي ولا رفيعة قوي. وانتوا ممكن تقطعوا الشكل اللي انتوا حابينه، بس احنا قطعناها شرايح يعني. وزي ما قلت لكم هنقطع البطاطس بقى وبعد كده هنحطها في الخليط اللي احنا كنا عملناه، ولازم تكون متغطيه كويس قوي. هنقعد بقى نقلبها كده وبعد كده هنحطها في طبق بره. وده كده كان شكل البطاطس بعد ما عملناها في الخليط كله. وهنروح بقى نقليها ونرجع لكم. وده كده كان شكل الاكل في الاخر. على ده شكل البيض الاومليت والسلطه والبطاطس، وعملنا كمان فول بوطه. طبعا يا جماعه خالته هي اللي عامله الفطار الحلو ده. بس يا جماعه لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. بس كده، مع السلامه.